إن شاء الله رمضانكم مبروك وتصوموا بالصحة والعافية. اليوم جبت لكم وصفات تسهل عليكم ياسر في رمضان. ب10 آلاف لحم مفروم تعملوا بيهم 40 كعبة بنادق. الحاصيل وما نطولش عليكم. أول حاجة خديت 500 جرام ستيك. أنا لهنا استعملت ستيك وانتوما بطبيعة تنجموا تعوضوه بالدجاج باللحم مفروم اللي تحبوا انتوما، ما هكايا تتكلف أرخص. وبالنسبة للفاحات باش نستعمل ملح، فلفل أحمر، فلفل أكحل، كركم، تبلو كروية. أنا عملت مغرفة صغيرة من كل حاجة ونخلط ونشوف حسب الكونتيتي. زدت عليهم مغرفة صغيرة ثوم مرحي تقريبا 2 ثوم، وباش نزيد عليهم مغرفة صغيرة نعناع شايح. لهنا خلطت وقيت لفاح ناقص شوية بارابور للحم، دونك زدت مغرفة صغيرة كركم ومغرفة صغيرة فلفل أحمر أكهو. عجنته منيح حتى لين تخلوا الفاح في وسط اللحم وتحصلت على الخليط هذايا. تو باش نزيد عليه بيضة باش نخلطها ونزيدها للخليط ونشوف. لهنا كيف ما قاعدين تشوفوا عملت شطر البيضة أكهو، ما كملتاش الكل وبريسك تلمت معايا الخليط. دونك خذيت صحفة خليت فيها شوية ماء ونمسح بيدي ونبدأ نشكل فيهم كعابر، ليهم كبار وليهم صغار متوسطين بالطريقة هذه حتى لين نكمل الكمية الكل. وهذه هي الكمية اللي تحصلت عليها 40 كعبة بنادق. اي نعم 40 كعبة بنادق. خذيت البوال اللي باش نحط نقلي فيها الكعابر، خليت فيها كيس زيت نباتي ونص كيس زيت زيتونة. انا خلطت بين الزيتونة والنباتي باش هكايا يجي ارفق. باش نزيد عليهم نص كيس ماء ونخليه يسخن شوية ومن بعد نرمي الكعابر ونخليه حتى لين ينشف كومبليتمون من الماء ويحمروا بالطريقة هذه. ومن بعد باش نهزهم ونخليهم في صحفة ولا حاجة حتى لين نحضر المصانات اللي باش نحط فيهم. خذيت المصانع هذه وبطبيعة تكون نظيفة ومعقمة وباش نحط فيها البنادق. ووقت برد الزيت وانا صبيته على البنادق. الزيت راهو اللي قليت فيه هذاك هو اللي باش نغطي بيه البنادق متاعي. وبهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الغوصات عجبتكم، وتوا ما بقى لي نقول لكم كان باي باي وبسلامة.